ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم بسبوسه بدقيق السميد واللبن الرايب. هتكون المكونات بتاعتها سكر ولبن رايب والسمنه على حسب ما هتاخد، وباكو بيكنج باودر واتنين فانيليا. هنحط اللبن الرايب في الاول وهنضيف له السمنه زي ما انتم شايفين على حسب الكميه، حوالي 4 معالق. اللبن الرايب بس اللي هيكون كتير شويه، حوالي 4 كوبايتين كده، كوبايتين 3، لان الدقيق ده بيشرب اللبن الرايب. دقيق السميد غير البسبوسه بتاعت الاكياس. وبعدين هنضيف البيكنج باودر، انا هنحط الباكو كله، يعني المفروض ان هو 10 جرام، بس احنا هنحط الباكو كله عشان ترتفع معانا وتبقى زي بتاعت المحلات. ونفضل نضرب لما تبقى لونها كده كريمي. وبعدين هنضيف الفانيليا، باكوين الفانيليا، ونقلب كويس. واخر حاجه بعد ما كله يتجانس مع بعضه، دقيق السميد. وبنقلب بقى ايه بالمعلقه رايح جاي كده، مش عايزين الحبيبات بتاعتنا تتعجن معانا، مش هنعجن. وفي الاخر بنضيفها في الصاج بعد ما تدهنه. ده كمية كيلو الا ربع دقيق سميد من عند العطار. وبنحطها في الفرن، بنكون مسخنينه على درجة حرارة عالية. وبعد ما نحطها في الفرن بنحط الشربات بتاعنا. بيكون عبارة عن 3 كوبايات سكر و3 كوبايات مية، بنسيبه يغلي على النار. واول ما يغلي ياخد عصرة ليمونة وكيسين فانيليا، هنضيفهم لهم ونسيبها تغلي على النار 10 دقايق بالظبط. بعد ال10 دقايق هنروح طافين عليها، وبعدين نسقي بيها اول ما تخرج من الفرن سخنه. نروح جايبين الشربات ونسقي بيه الشربات بالبسبوسه وهي سخنه.